النهارده جايبه لكم وصفتين للسمك. كل وصفه احلى من التانية. في ناس كتير ما بتعملش سمك في بيتها. انا عايزاكم تشوفوا الطريقه دي والطريقه اللي بعدها، الاتنين احلى من بعض. السمك طبعا مش محتاجه اقول لكم ان هو مفيد. وسمك اللي انا عاملاه دلوقتي ده سمك سردين متوفر في السوق وسعره كويس جدا ومفيد جدا. هنعمله باسهل تتبيله جنب رز ابيض زي ما انتم شايفين كده. قبل ما نبدا كده الوصفه نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الوصفه الحلوه دي مع بعض ازاي. بجيب عندي الاول بصل، بقطعه جوانح اي تقطيعه تفضلوها زي ما انتم شايفين كده. بكون محضره طماطم وفلفل، طبعا يفضل الطماطم تكون جامده. تمام. بقطعها زي ما انتم شايفين، اي طريقه بقى تفضلوها. فلفل اخضر عندكم، اي خضار حابينه. تمام. باخد بقى الكلام ده كله بروح حاطاه في قلب صينيه. طبعا لو حابين فلفل اخضر حراق زي ما انا عامله. هنا حطيت في صينيه كل اللي عندي، البصل والطماطم والفلفل، فلفل اخضر وفلفل حراق. قطعت حبه كده من الكزبره وفصين من الثوم المفروم ورحت حطاهم في قلب الخضار. بحضر بقى هنا عندي التتبيله: راس من الثوم المفروم، فلفل احمر، نزلت بنص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الكزبره، كمون، من كل حاجه نص معلقه صغيره. وادي عندي حبه كزبره وطماطم مقطعه قطع صغيره وفلفل حراق، طبعا ده اختياري، عايزين تبدلوه فلفل اخضر رومي مفيش مشكله. بقلب بقى الخلطه الحلوه دي كده مع بعض. ريحه التتبيله روعه. بقلبها بقى كده كويس مع عصير ليمون، حوالي دول ليمونتين 3 معصورين، زيت زيتون كده معلقتين. وبقلب بقى الكلام ده كده كله كويس وبحاول افرمه بالمعلقه كده زي ما انتوا شايفين. عايزين تضربوه في الكبه ماشي، انا بحاول افرمه كده بالمعلقه وخلاص. بجيب بقى هنا عندي السمك بعد ما غسلته ونضفته. بصوا ما شاء الله انا شايله السلسله خالص بتاعته. بصوا السمك ما شاء الله، انا شايله السلسله خالص من الظهر. دي شيء انا شايفه ان دي اسهل طريقه ممكن تعملوها بيها. وبحط التتبيله فيه اللي عملتها معاكم دلوقتي. اهم حاجه نغسله كويس، وخدوا بالكم السمك ده محتاج معامله خاصه كده بالراحه، هو اصلا طري قوي. فناخد بالنا واحنا بننضفه بنشيل السلسله بتاعت الظهر بتاعته. هنا عندي بنزل بباقي التتبيله على البصل والطماطم اللي عملتهم في الاول. وبجيب عندي السمك بعد ما تبلته برصه في قلب الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. بكون محضره الفرن على درجه حراره 220. هو بياخدش وقت كتير خالص في الفرن، يعني حوالي نص ساعه. برصه كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم كان طعمه روعه، التتبيله سهله وبسيطه. هيخش الفرن هيديله طعم ولون ما شاء الله. بصوا ادي التتبيله بقى، ولا محتاجين نقليه ولا نشويه. جربوا بقى الطريقه دي، مفيش اسهل من الصينيه. هنا حطيت معلقتين زيت زيتون على الوش ودخلته الفرن نص ساعه بالظبط. طلع بالشكل القمر ده. يا سلام على ريحته ولا طعمه. بصوا ما شاء الله، من بره كده ناشفه ومن جوه طريه. التتبيله اللي احنا عملناها فيها روعه. طبعا بيفرق لما بنشيل سلسله الظهر دي، سهل نقطع السمك، بيبقى افضل واحسن يعني. شكل الصينيه ما شاء الله. عملت جنب السمك ده بقى رز ابيض. طبعا اللي حابينه تعملوه، عايزين تعملوا رز بني براحتكم. انا عملت رز ابيض عادي. بنزل بقى هنا كده بالسمك. عايز اقول لكم ريحته رهيبه ما شاء الله. بيتهيألي دي وصفه سهله لسمك السردين، التتبيله حلوه. بصوا ما شاء الله روعه. طبق سلطه بقى كده جنبه. بصوا الخضار ده، الخضار مع السمك وحبه الرز، مش محتاجين اي حاجه. طبق رز، طبق سلطه كده جنبه، هيبقى ايه احلى وجبه تعملوها للسمك. بصوا ما شاء الله كده. ده كده كان اول طبق معانا النهارده. هعمل بقى النهارده معاكم برضو وصفه سمك.
ما تنسوش بقى لو وصلتوا للدقيقة دي ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم. نخش بقى على الطريقة التانية. عندي هنا سمك مكاريل، بصوا برضو في الفرن من غير بقى زفارة ولا أي حاجة، بأحلى تتبيلة. يلا برضو كده نسمي الله ونصلي على الرسول. عندي الأول التتبيلة، حوالي ليمونتين 3 معصورين، فلفل أحمر مفروم، قرن فلفل أحمر كده مفروم، نص راس توم مفرومة، نص معلقة صغيرة من الملح، فلفل أسمر، كمون، كزبرة، كاري، بحط كاري بسيط قوي، بابريكا، كزبرة، من كل حاجة نص معلقة صغيرة. وطبعا الكمون زي ما قلت لكم 3-4 معالق من الخل، معلقتين من زيت الزيتون أو أي زيت. بقلب التتبيلة الحلوة دي، بكون بقى جايبة السمك غسلاه ومنضفاه زي ما انتوا شايفين كده، بنشفه بورق المطبخ من أي مية تكون فيه. بصوا ما شاء الله، طبعا الطريقة دي مش هتخلي أي زفارة، وحتى الصينية اللي تحتيها دي هنشيل منها الورقة ما فيهاش أي حاجة. دي أسهل وأنضف طريقة ممكن تعملوا بيها سمك المكاريل. باخد التتبيلة الحلوة دي اللي أنا عملتها معاكم وبرشها على السمك، طبعا فاتحة من ظهره زي ما انتوا شايفين، طبعا بكل سهولة. أنا جايبة لكم أسهل طريقة تعملوا بيها السمك المشوي في الفرن. تمام كده، بسيبه في التتبيلة. بجيب هنا عندي طماطم، جزر مبشور، فلفل اخضر، فلفل حراق، عندي هنا كزبرة وشبت، معلقتين من الخل، معلقتين من الزيت، حبة ملح، حبة فلفل اسمر، طبعا كمون، حبة كاري صغيرين، بابريكا. بتبل بقى كده الخضار الحلو ده بتاعي، وبرده فلفل اسمر، واروح جاية على السمك نازلة بيه كده كله زي ما انتوا شايفين التتبيلة نازلة بيها كده كلها. بكون محضرة الفرن على درجة حرارة 220 بالظبط، أقل من نص ساعة هتلاقوه خلص معاكم. بنزل بقى بالتتبيلة اللي أنا عملتها كده كلها، وادي شكله بعد ما خرجته من الفرن. بصوا ما شاء الله، ريحته وشكله وطعمه روعة. أظن مفيش أسهل من كده. بصوا ما شاء الله السمك عامل ازاي، أحلى من بره مليون مرة. اتمنى بقى لو الوصفتين اللي قدمته لكم النهارده عجبوكم تدعموني بقى بلايك وشير واشتراك في قناة وكومنت حلو منكم. اشوفكم بقى على خير، سلام.